أثارت الرسالة التي وجهها الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 إلى قادة النقابات الفرنسية تضامنا مع نضالاتهم في مواجهة قرار الحكومة برفع سن التقاعد إلى 64 سنة، أثارت الكثير من الجدل في أوساط فاعلين نقابيين ومدنيين مغاربة الذين ذكروا مخارق وباقي قادة النقابات المغربية بنجاح حكومة بن كيران في تمرير رفع سن التقاعد، ونبهوهم اليوم إلى أن حكومة أخنوش تتهيأ لتمرير إفساد التقاعد في المغرب لتحميل أزمة صناديق التقاعد إلى العمال والأجراء والموظفين. رسالة مخارق وجهها إلى كل من لوران بيرجي الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، وفيليب مارتينيز الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل، وفريدريك سويو الأمين العام للقوة العمالية، مشددا من خلالها على أن أي إصلاح يهم عالم الشغل وقضايا العمال وعلى رأسها أنظمة التقاعد لا يمكن أن تمر إلا عبر آليات الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض المسؤول والأخذ بمواقف ومقترحات الحركات النقابية، وأنه لا يمكن تحميل الأجراء وحدهم تبعات أزمة صناديق التقاعد. من التعليقات الساخرة في هذا السياق نجد مساهمة الأستاذ الجامعي والفاعل النقابي والمدني وكاتب الرأي الأستاذ عبد الحق غريب، الذي كتب تدوينة تقمص فيها شخصية فيليب مارتينيز عبارة عن رسالة جوابية متخيلة نشرها مع كل الاحترام والتقدير للاتحاد المغربي للشغل ولتاريخه ومناضليه. الأستاذ عبد الحق غريب يكتب: رسالة من فيليب مارتينيز إلى الميلودي مخارق. من الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ ميلودي مخارق. باسمي واسم زميلي لوران بيرجي الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، وفريدريك سويو الأمين العام للقوة العمالية، يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان على رسالتكم التي عبرتم من خلالها قبل 4 أيام عن تضامنكم مع نضالات نقاباتنا لمواجهة قرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد إلى 64 سنة. وإذ نعتز ونفتخر بعلاقات الأخوة والتضامن التي تربط نقابتكم بالمنظمات النقابية بفرنسا، نود أن نعبر لكم نحن كذلك عن تضامننا معكم وعن كامل استعدادنا للوقوف إلى جانبكم لمواجهة قرار حكومتكم أيضا بإصلاح التقاعد. ومن أجل إنجاح هذه المهمة نستسمحكم الأخ مخارق في بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى تتعلق برسالتكم، حيث جاء فيها بأنه لا يمكن أن يمر إصلاح التقاعد إلا عبر آليات الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض المسؤول، وأنه لا يمكن تحميل الأجراء وحدهم تبعات أزمة صناديق التقاعد. إننا نود أن نؤكد لكم الأخ مخارق في هذا الشأن أن الآلية التي نؤمن بها نحن الأمناء العامين الثلاثة ومعنا قيادات التنظيمات الأخرى وكافة الشعب الفرنسي، ونعتمدها الآن لمواجهة مشروع إصلاح التقاعد هو النزول للشارع قبل الجلوس إلى طاولة الحوار، وأننا نخوض معركة بطولية ليس من أجل أن يتقاسم الأجراء والدولة تبعات أزمة صناديق التقاعد كما تقترحون في رسالتكم، بل من أجل سحب المشروع برمته بدون مساومة ولا أنصاف الحلول، ومن أجل حث الحكومة على إيجاد حلول ناجعة لصناديق التقاعد بعيدا عن جيوب العمال والأجراء. ولعلمكم الأخ مخارق، فقد توصلنا بدعوة من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن من أجل الحوار،
ولم نعلق الاحتجاجات والإضرابات كما هي القاعدة عندكم في المغرب، لأننا في فرنسا نخوض الإضراب ثم نتحاور، ولا نعلن عن تعليق أي احتجاج أو إضراب إلا بعد تحقيق مطالبنا. ولعلمكم أيضا فإننا نلتزم بتنوير الرأي العام حول كل ما يدور بيننا وبين من نجلس معهم للحوار، ونعتبر عدم تنوير الرأي العام بما يروج في الحوار خيانة في حق الطبقة العاملة وفي حق الرأي العام، خاصة إذا كانت سرية الحوار بطلب من الحكومة. الملاحظة الثانية لنثير انتباهكم الأخ مخارق إلى أن الحكومة الفرنسية تضرب لنا ألف حساب عكس حكومتكم، والفرنسيون يخرجون إلى الشارع ويضربون عن العمل كلما دعوناهم لذلك، والسبب طبعا هو المصداقية التي يتحلى بها القياديون النقابيون، ولكم في شخصنا المتواضع فيليب مارتينيز خير دليل. فأنا لست مليارديرا ولم أغتني من عرق جبين الطبقة الكادحة، بل أنا مواطن بسيط لا أعرف كيف أربط ربطة العنق في المناسبات الخاصة، وأضع ملابس تتماشى مع حياتي المتواضعة، وأعيش في منزل متواضع يقع في أحدى ضواحي باريس وليس في أحد الأحياء الراقية، وأركب سيارة قديمة من صنع بلادي، ولا أتعانق مع الوزراء بعد جلسات الحوار، ولا أجلس لآكل ما لذ وطاب من موائد الحكومة، ولا أمارس البيروقراطية داخل تنظيمي، ولا أتواطأ مع الباترون لسحق الطبقة الكادحة، ولن أبقى أمينا عاما مدى الحياة. لقد أعلنت عن التنحي من المسؤولية خلال المؤتمر المقبل، ولا أهادن أو أساوم في عرق جبين من وضعوا ثقتهم في شخصي، لأن مسؤوليتي الأولى والأخيرة هو تحقيق مطالبهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. أما راتبي الشهري وممتلكاتي فإن الإعلام الفرنسي تطرق إليها بما فيه الكفاية، وكل الفرنسيون يعرفون التفاصيل. وتقبلوا الأخ مخارق فائق التقدير والاحترام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.